حبايبي الحلوين، مين فينا ما بيحبش الفطير؟ بس بيتعب في التوريق بتاعه وكتر السمنة، وبيتعبنا كمان. نيجي نعمل فطير مشلتت من غير لا لت ولا عجن ولا تخمير، زي الفطير المشلتت ومورق من جوه وطعمه خطير. يلا نجرب مع بعض. بس أول حاجة هنسمي الله ونصلي على الحبيب قلبك يطيب، ونبدأ مع بعض الطريقة. وبدأت هنا، يلا نعمل لايك ونجهز الحاجة مع بعض. أول حاجة هنبدأ نولع الفرن. بعد كده هنجيب بولة، هننزل معلقتين كبار زبادي، معلقة كبيرة قشطة أو وش اللبن، كوباية لبن دافية، هننزل ب3 معالق زبدة، 3 معالق سمنة متسيحين، معانا رشة بيكنج باودر. ونقلب كل الخليط ده وهنلاحظ تماسكه مع الزبادي والزبدة والسمنة. ممكن تستبدلي الزبدة تبقى سمنة بس، أو معلقة بدلها زيت، بس الزيت بيخلي الفطير يبقى مقرمش معانا. دهنا الصينية مادة دهنية، طبعا سخناها. نفرد أول طبقة جلاش معانا، نديها رشة من الخليط اللي احنا عملناه. لازم الصينية تدين كويس قوي بالشوية سمنة أو زبدة. بعد كده هنحط الورق عكس بعضه علشان لما نيجي نلفه يبقى شكل الفطيرة بالظبط، يعني نص الورقة نصها في الصينية والنص التاني بره. وهنبدأ في الأول من اللفة اللي احنا عملناه الورقة الأولانية، نقلبهم على بعض عشان بحيث إنها تبقى شبه الفطيرة بالظبط. وطبعا بين الورقة والورقة دهنة من الخليط ده، مش هتتعبك لأن استعملنا سمنة قليلة، واللبن مع الزبادي بالقشطة هيديها طعم خطير. وكمان البيكنج باودر هيدي مرونة ويستوي بسرعة من جوه. تمام، زي ما انتوا شايفين الورقة عكس بعض، وما نيجي في الأطراف ندخليها جوه الفطيرة من عند الخلف كده، بحيث ان الورقة تلف على الورقة التانية تبقى شبه الفطيرة بالظبط. وما ننساش الدهنة من الخليط بتاعنا، زي ما قلنا لكم: كوباية لبن، معلقتين كبار زبادي، 3 معالق زبدة أو سمنة، 3 معالق مسيحين سمنة. ممكن تحط زيت، بس الزيت بينشف الجلاش، بيخليه مورق قوي. شايفين الأطراف؟ بقفل بيها من تحت، وكل مرة بدهن الخليط بتاعنا لغاية لما نوصل لآخر واحدة. أي ورقة عندك مقطوعة في الجلاش حاولي تداريها في النص، لازم آخر واحدة تبقى متورقة حلوة قوي. تمام، قفلنا بقى الفطيرة من فوق، نديها رشة حلوة قوي من الخليط بتاعنا، ونسيبها 5 دقايق كده ترتاح. بعد كده هندخلها الفرن على درجة حرارة 200 على الرف الوسطاني، والفرن يكون ساخن علشان أول ما تدخل هتاخد لون من الجناب. بعد كده نفتح عليها الشواية وتطلع بالعسل ده. اوعوا تنسوها في الشواية هتتحرق منكم. اللون ده حلو قوي، لو عايزة افتح يبقى تمام التمام. فطيرة لا استعملنا لت ولا عجن ولا توريق ولا زبدة كتير ولا اي حاجة خالص. تبرد هنبدأ نقطعها وتشوفوا التوريق عسل عسل عسل. اللي هيدوقها مش هيختار ابدا ولا هيتلخبط بين الفطيرة التانية. فطير المشلتت هتدوقوه يبقى يوديكوا في حتة تانية خالص. هتشوفوا التوريقة بتاعتنا شكلها عاملة ازاي، لا معجن، وينفع فطار، ينفع كمان عشاء جنب جبنة قديمة، جبنة قريش، عسل وطحينة. أحلى فطيرة هتدوقوا. شايفين عاملة ازاي؟ متورقة وجميلة. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والتعليق الحلو منكم، ومزيد من وصفات، الاشتراك في القناة باسم يومك أحلى مع سو. فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. ويلا قولولي في الكومنتات الوصفة حلوة ولا لأ، وبتتابعوني منين.